الله أكبر لعزة الله. لواء خيالة الزيدي، مرابطون في بلدة الشيخ مسكين يحاصرون اللواء 82 وكتيبة النيران. الله أكبر لعزة الله. الله يعطيكم العافية يا شباب. أحد القادة الميدانيين في لواء خيالة الزيدي يشرح لنا عن الرباط على تخوم اللواء 82 وكتيبة النيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما ترى أخي الكريم، ها هي النقاط على تماس مباشر على كتيبة النيران وعلى اللواء 82. نعم. نقاط تماس مباشرة لا تبعد سوى أمتار قليلة عن اللواء وعن كتيبة النيران. وهنا كمان بالجهة الأخرى عندنا نقاط كمان على تماس مباشر مع اللواء. الله أكبر. لواء خيالة الزيدي، مرابطون في بلدة الشيخ مسكين. يعطيكم العافية يا شباب، بس النار قوية يعني خلوا الدخنة واضحة مشان ما يمكن النقطة تبعنا بس. هاي نقاط حساسة بالنسبة لنا. يعطيكم العافية يا شباب. شباب مثل ما وصيناكم عيونكم مفتحة على أي حركة على مراكز إطلاق النيران تبع النظام، حاولوا أنتم مركز إطلاق النيران تبعكم ما يبين عليكم لحتى ما يستهدفونا. هاي هي دشم اللواء 82. في علم إيران واضح على النيران. الله أكبر. ها هم أبطال لواء خيالة الزيدي على التماس المباشر مع اللواء 82 وكتيبة النيران. الله أكبر لعزة الله. الله يعطيكم العافية يا شباب، والله يقويكم. مثل ما وصيناكم شباب، النقاط بالنسبة لنا حساسة. انتم رصدوا مراكز اطلاق نيران النظام، مراكز اطلاق نيران النظام لازم ما يكشفها.